طبعًا الواقعة اللي إحنا شُفناها دلوقتي هي واقعة إهمال. والقصة طبعًا كان مدير بنك راجع من شغله، لقى كلب الpitbull موجود في بلكونة جيرانه طبعًا في compound في الشيخ زايد. لفت انتباهه إنه طبعًا مش محطوط له كمامة ومش مربوط، وطبعًا الكلاب دي شرسة جدًا ومعروف إنها كلاب شرسة. فاللي عمله إن هو راح وخبط على جيرانه عشان يبلغهم إن ما ينفعش إن الكلب ده يتساب. بس للأسف هو لما خبط عليهم وفتحوا له الباب وبيكلمهم، لقى إن الكلب هجم طبعا عليه، وهو حاول يفادي ابنه اللي كان موجود معاه، بس طبعا للأسف حصل طبعا هجوم شرس من الكلب، وحصل طبعا إنه هجم على دراعه، وحصل قطع في الأوردة طبعا. ده غير إن هو على ما وصل المستشفى حصل طبعا إن وقف القلب من الخضة طبعا، وإن هو كان بيحاول يفادي ابنه، بس للأسف توفي طبعا وهو في المستشفى. ده ملف جديد من ملفات الإهمال واللامبالاة. قبل ما نجيب كلاب ونربيها، نعرف لازم إن احنا نحترم الجيران ونحافظ على أرواح الآخرين، لأن أرواحهم دي أمانة، والمقصر واللي بيهمل لازم يتحاسب. وطبعا النائب العام أمر بحبس زوج المذيعة، لأن أكيد طبعا هو المسؤول عن الإصابة والوفاة اللي حصلت لجارته.